النهارده فيديو مختلف شويه عن الفيديوهات اللي فاتت. عاوز احكي قصه شخصيه بالنسبه لي، بس ممكن تكون عبره لناس تانية ويتجنبوها وكده. ايوه، روسيا دوله امان وفيها شرطه في كل حته والحياه منظمه وكل حاجه، ما قلناش حاجه يعني. بس انا احكي لكم النهارده عن حاجه او موقف حصل من تقريبا سنتين، ان التليفون بتاعي كان هيتسرق بطريقه مش مباشره. وفي الاول كده اتمنى تشيروا الفيديو يا جماعه للناس كلهم، علشان كله يعرف الطرق ديت، علشان يعرفوا يتجنبوها. انا من سنتين كده كنت في مدينه كراسنودار. لو انتم مش عارفينها، دي المدينه انا كنت عايش فيها السنه التحضيريه يعني. فانا كنت وقتها بحب اتمشى بالليل، يعني مش عارف كنت بحب اتمشى بالليل ليه، بس كان وقتها الساعه 1 بالليل. واللي ما يعرفش ان روسيا كلها اصلا بتقفل الساعه 9 او 10، تلاقي كل المحلات قفلت الساعه 9 او 8 او 10 ومفيش حد يمشي في الشارع. فانا ليه ماشي الساعه 1 بالليل ما تسالنيش. فانا كنت بتمشى الساعه 1 بالليل وماشي عادي كده، رايح جاي في طرق ومش عارف ايه وكلام من ده. وطبعا مفيش حد كان في الشوارع، شويه بس عربيتين ماشيين وكلام من ده. فلقيت عربيه سمرة كده لونها اسود يعني ماشيه كده جنبي، ووقفت اللي هو عند الرصيف كده وانا ماشي. فنزل منها بنت ونزل منها راجل، ولقيت البنت بتعيط وبتقول لي عايز اكلم ماما، عايز اكلم ماما، عايز اكلم ماما. والراجل طبعا بيقول لي هي عايزه تكلم مامتها ومش معاها تليفون، وعاوزين تليفونك اللي يكلم مامتها، علشان هي مش عارف مش معاها تليفون ومش معاها رصيد وكلام من ده وشغل اشتغالات يعني. مع ان وقتها اصلا الساعه 1 بالليل ديت كان في اول الشارع كان في عربيه شرطه عادي خالص، عادي فاهم، اللي هو انا لو رحت ناديت للشرطه هيعلمهم الادب، بس هم نزلوا يكلموني يعني. فانا بصيت كده في العربيه لقيت فيها كمان راجلين ورا، وقدام كان الراجل والبنت. يعني انتوا اربعه، محدش بالعقل كده محدش فيكم معاه تليفون مثلا عشان نكلم امها مثلا. فقعدوا بقى يقولوا لي عاوزين تليفون نكلم امها ومش عارف ايه وكلام من ده والحوارات الفكسانه دي. والبنت بقى بتعيط كتير، اللي هو عايز اكلم ماما، عايز اكلم ماما، فاهم انت. وقتها برضو ما كنتش عارف اتكلم روسي اللي هو، بس انا كنت فاهم بيقولوا ايه يعني. فانا طبعا كخالد يعني حاولت امشي. فهي بتقول لي استنى عايز اكلم ماما، ماما وحشتني مش عارف ايه وكلام من ده. وانا ابص لهم ورا واكمل ماشي بقى. فالراجل بيقول لي صح انت مسلم؟ بقول له اه مسلم. بيقول لي انا كمان مسلم وعايزين مساعده من اخونا المسلم مش عارف ايه وكلام من ده. قلت له انا ما بعرفش اتكلم روسي، ما بعرفش اتكلم روسي. ده اصلا أنا وقتها كنت ماشي بعرف اتكلم روسي شويه وفهمهم، بس انا عشان اخلع ما بعرفش اتكلم روسي، ما بعرفش اتكلم روسي. قلت لهم كده ورحت بقى اللي هو اول الطريق اللي في الشرطه يعني. هو عامه عشان تاخدوا بالكم لو في عربيه سمراء وكلام من ده وفي اول الطريق شرطه، عمرهم ما يعرفوا يخطفوكم ولا اي كلام من ده. بس اقصى حاجه اللي هو شبه الحوار الفكسان ده، اللي هو عايزين تليفونك مثلا. السيناريو اللي في دماغي ان هو عايزين تليفونك، تمسك التليفون تركب العربيه ويخلعوا. فانا قلت له ما قلتلوش حاجه خالص، وقال لي انت مسلم وساعد اخوك المسلم ومش عارف ايه والكلام ده. قلت له انا اسف وبتاع ومشيت. طب انت هتقول لي طب يا خالد ما ممكن تسوء ظن وممكن فعلا عاوز تكلم امها. انا بقول لك في العربيه كان في راجلين ورا وراجل وهي اربعه، ومحدش فيهم معاه تليفون او حتى عارف يشحن او اي كلام من ده، فاكس يعني. الحكمه بقى المستفاده من الموضوع دوت، لو حد قال لك عاوز اكلم حد او عاوز اكلم اهلي او عايز اكلم اي حد بالتليفون بالليل، ما يديوش التليفون وقول له مش عندي رصيد او اي حاجه. بس لو الصبح مثلا وانت ماشي مثلا والصبح وناس كتير ماشيه وبتاع، وراجل قال لك عاوز تليفون بس اكلم اهلي ومش عارف ايه، ممكن تديله وقتها، ممكن يكون امان شويه ان في ناس كتيره. بس بالليل ما فيش حد خالص، وواحد كمان نازل لك من العربيه اللي هو ما ادوش تليفونك، فاكس. وبعد الموقف ده بحوالي شهر او شهرين اكتشف ان في واحد صاحبي حصل له نفس الموقف واتسرق تليفونه. اللي هو انا فرحان وزعلان. اللي هو فرحان ان الحمد لله ان انا ما حصلش نفس الموقف، اللي هو ما اديتهمش التليفون واتسرق تليفوني، وزعلان على صاحبي اللي هو اتسرق تليفونه يعني من الحوار ده. فالوقت جاي ان انا اقول لكم ان لازم الموقف ده تخلوا بالكم منه. انا عارف ان في ناس عارفين الموقف ده، بس في ناس كتيره قوي 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 مش عارفين الموقف ده. فلازم تخلوا بالكم من الموقف ده يا جماعه. وبالليل ما حدش يمشي بعد الساعه 9 و10 يعني، عشان ما حدش اصلا بيكون في الشارع والمحلات بتقفل، فملاش لازمه يعني. وبيكون في ناس سكرانه ومش عارف ايه، زائد ان في بيكون حراميه وكلام من ده. الحراميه بيسرقوك بطريقه مش مباشره. مثلا ما انتش ماشي كده تلاقي حد ناتش تليفونك وجرى، لا ده الشرطه هتجيبه، واخد بالك، بس بطريقه مش مباشره. فدي الفكره يعني. فشيروا الموضوع ده يا جماعه للناس كلهم عشان كله يستفيد ويفهم الفكره ديت، وان شاء الله محدش يقع في الموقف ده. وشكرا على المشاهده، وقولوا بقى افكاركم فيديوهات جايه عاوزين ايه وكلام من ده، وسلام.